النصائح ديال الطبيب. بمناسبة اليوم العالمي للكلي، ارتأينا أن ننظموا حملة تحسيسية حول أمراض الكلي والعلاقة ديالها بأمراض السكري والضغط الدموي. كيف ما تتعرفوا بأن من الأسباب الرئيسية لأمراض الكلي أو الدياليز هي مرض السكري تيجي في المرتبة الأولى وتيتبعوا الضغط الدموي. هذا الشيء علاش نظمنا هذه الحملة، باش نقولوا للناس، نديروا دروس تحسيسية باش نحسوهم بأهمية اتباع الحمية والنظام الطبي والعلاجي. القصور الكلوي تتنتج عليه تبعات نفسية ومادية، لا بالنسبة للمريض ولا بالنسبة للوزارة ولا بالنسبة للمجتمع ديالنا ككل. لهذا احنا ربطنا هاد الآفات، يعني القصور الكلوي، مع مرض السكري والضغط الدموي. وهذه الحملة غيستافد منها 150 مريض عنده مرض السكري والضغط الدموي، باش يستافدوا من التحاليل. غادي نعبروا لهم السكر ونعبروا لهم الخزان ديال السكر، بيان سور غنعبروا لهم الضغط الدموي، وغادي تكون استشاره طبيه للناس اللي محتاجين استشاره طبيه من المختص في امراض الكلى. الجمعيه ديالنا كتخدم مع المندوبيه في اطار واحد الشراكه اللي كنساهموا في لا جيستيون ديال لو سونتر. دونك اليوم في هذا اليوم العالمي كنخدموا اكثر على التحسيس على الامراض ديال السكري والامراض ديال الضغط. فكان الهدف ديالنا اليوم اننا نوعيو الناس بالخطوره مع اقتراب شهر رمضان. دونك كنوعيهم بالخطوره ديال عدم الضبط ديال المرض السكري وامراض الضغط. فاليوم كنعبروا لهم السكر، كنعبروا لهم الضغط ديالهم، كنديروا لهم تحليله ديال الخزان اللي كتكون مع لابوغاتوار، شراكه مع واحد لابوغاتوار. دونك ومن بعد كيكون التحسيس، شنو الامور اللي خاصهم يتفاداوها في هذا الشهر، شنو الامور اللي خاصهم يتفاداوها باش ما يطيحوش في المرض ديال الكيلي. دونك كان لو شوا ديال هذا لو سونتر. علاش؟ لان دائما حنا كنعرفوا ان عدم الضبط ديال مرض السكري والامراض ديال الضغط كيؤدي الامراض الكلي، كيدي ليمودياليز، كيدي الفشل الكلوي. فهادشي علاش اليوم دونك لو شوا ديال هذا لو سونتر كان في هذا الاساس.